أهلا بكم من جديد في حصة مغاربية. تحتضن الجزائر ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة تحت شعار بوابة إفريقيا للصناعة والزراعة والتجارة الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير. وأجمع سفراء الدول الإفريقية المشاركون في هذا الحدث الاقتصادي القاري على أهمية الملتقى وكذلك على ضرورة الارتقاء وتعزيز الشراكة التجارية بين الجزائر وباقي دول القارة السمراء. وشهدت الدورة التاسعة مشاركة ما لا يقل عن 650 متعاملا اقتصاديا من مختلف دول العالم، كما شهدت أيضا توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة. رجال أعمال، مؤسسات اقتصادية وتجارية وسفارات وهيئات ومنظمات اجتمعت في ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة الذي يحمل شعار بوابة إفريقيا للصناعة والزراعة والتجارة الآن، بخبرة 44 عاما في بناء سفن الصيد وقوارب النزهة. تبحث هذه المؤسسة العمومية لتوسيع نطاق استثمارها في العمق الإفريقي. التعاون الاقتصادي بين البلدان الإفريقية اللي عندها قدرات هائلة فيما يخص الطاقات الطبيعية والبشرية. احنا كمؤسسة لبناء وإصلاح السفن عندنا طموحات كبيرة باش نتواجدوا في إفريقيا وما نديروش غير شراكات تجارية بيع وشراء، ولكن في استثمار على في هذه البلدان باش ننميو هذه البلدان وننميو الاقتصاد تاعها والاقتصاد تاعنا، تكون شراكة رابحة للجميع. هي نتاج تجربة جزائرية أردنية مثمرة تبحث عن آفاق جديدة للاستثمار في مجال الحديد، ووجدت البيئة الخصبة لرفع التحدي. لمسنا باللي كاين حركية وديناميكية كبيرة في منذ فترة، فيه نية لربط علاقات والتوسع في إطار سوق حرة إفريقية. بين جنبات المعرض المقام على هامش الملتقى يفعل سفير دولة زيمبابوي دور الدبلوماسية الاقتصادية باحثا عن أسواق جديدة تدخل ضمن أولويات بلده. هذه فرصة جيدة لإبرام اتفاقيات مع الدول المشاركة وعلى رأسها الجزائر التي تملك إمكانيات زراعية ضخمة سيما في ولايتي بالسكرة وواتسوف. أما في السياحة فصحراء الجزائر مذهلة حقا تلهم شعب زيمبابوي. كذلك يمكن للجزائريين زيارة شلالة فيكتوريا والسفاري والطبيعة والحيوانات. زيمبابوي تهتم أيضا بتطوير شراكاتها في مجال النفط والطاقة والكهرباء والشركات الصغيرة والمتوسطة. الملتقى استمر طيلة يومين بمشاركة قياسية من دول إفريقية وعربية، حيث كان فرصة جادة للنقاش حول تشجيع الاستثمار داخل القارة السمراء. يأمل الخبراء في أن تساعد مثل هذه التظاهرات والملتقيات في تذليل العقبات وتقصير المسافات وعقد شراكات اقتصادية وثقافية وسياحية بين البلدان العربية والإفريقية. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر. ومن الجزائر ينضم لنا الدكتور حميد علوان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر. دكتور حميد، أهلا بك معنا دائما على شاشة الغد. في البداية حدثنا عن أهمية هذا الملتقى بالنسبة للجزائر وكيف ستستفيد منه اقتصاديا. شكرا جزيلا أولا على الاستضافة. ثانيا لما نتكلم عن مثل هكذا ملتقيات، وهو ملتقى مهم جدا بالنسبة للجزائر لأن الحكومة الجزائرية تبحث على تنويع اقتصادياتها خارج قطاع المحروقات، ومن ثم بناء استراتيجية ومحاولة إيجاد أسواق أخرى. وأظن بأن الأسواق القريبة من الجزائر والتي لديها حدود برية ناهيك عن الحدود البحرية والجوية هي إفريقيا. اليوم الجزائر ربما تأخرت شيئا ما على دخول هذه الأسواق ومحاولة توضيح أو تقارب الرؤى بين الدول الإفريقية، لأن لا يخفى على الجميع بأن اليوم الجزائر لديها الإرادة السياسية في أنها تذهب نحو تنويع اقتصادياتها خارج قطاع المحروقات، نظرا للهزات المالية التي ربما في كل مرة تصادف الجزائر من الناحية المالية من الناحية الاقتصادية.
إذن أولا يجب أن نعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر. لما لا يكون هذا الاستثمار بشراكة مع بعض الدول الإفريقية التي نتقاسم معها ربما بعض الإمكانات المالية والمادية وحتى البشرية. أظن ربما هذا الملتقى اللي هو في طبعته التاسعة والذي هو منظم من طرف المركز العربي الإفريقي لتطوير الاستثمار ومن ثم التجارة والصناعة إلى غيره من القطاعات، حتى القطاع الزراعي في هذا الملتقى أخذ بند من الاهتمام. أظن بأن اليوم الأهمية ستنطلق من محددات هذه الاستثمار، لذلك هناك أهداف. الهدف الأول هو إيجاد منطقة حرة بين الدول الإفريقية بحيث تتبادل فيه التجارة بكل حرية ككل الدول الأخرى. مثلا الدول الأوروبية لديهم مناطق حرة للتبادل التجاري، دول الشرق آسيوية كذلك. لماذا إفريقيا تأخرت على مثل هكذا مناطق والتي تساعد وتساهم في أن يكون تبادل رأس المال بالدرجة الأولى ورأس المال البشري وحتى الخبرة الموجودة لدى بعض المؤسسات الموجودة في إفريقيا؟ ونتكلم عن الجزائر. إذا تكلمنا على ميدان الطاقة مثلا لدينا خبرة كبيرة، ومن ثم ممكن أن ننقل هذه التكنولوجيا إلى هذه الدول. وهناك صناعات مثلا الصناعات الإلكترونية، والجزائر ربما في السنوات الأخيرة تقدمت شيئا ما في هذا الميدان، ولذلك تريد أن تنقل مثل هذه التجربة إلى دول إفريقيا وستتبادل السلع والخدمات. نعم. هذا كمحدد أول أو كهدف أول، وهو المنطقة الحرة. ثانيا التبادل التجاري الذي هو ربما يبنى على المنظومة المالية. المنظومة المالية المعقدة في هذه الدول يجب أنها تنفتح على بعضها، وربما هناك بنك إفريقي للاستثمار ربما كان من المشاركين أظن في هذا اللقاء. وأظن كذلك بأن في هذا اللقاء للمصدرين وتحويل ربما أيضا هذه العملة، هذا البنك الذي انضمت له الجزائر مؤخرا. أولا البنك لا يمكن أن يعطي ضمانات من خلال ما يكسبه من أموال، لأن هناك مخاطرة. الكل يعلم بأن الأسواق الإفريقية المالية يطغى عليها ربما عدم الاستقرار، البورصات تاعها غير معروفة، غير شفافة، غير واضحة، معدلات فساد موجودة في هذه الدول الكل معروف. إذن هناك تعقيدات، ولكن البنك ممكن أنه يعطي ضمانات من خلال أننا ننفتح على التجارة الخارجية، على ما يسمى التصدير. هل قوانين التصدير والتشريعات المرتبطة بهذه الدول ممكن توحيدها، ومن ثم يصبح البنك هو في آخر الحلقة الذي يقدم ضمانات مالية ويقدم تسهيلات في أن تنتقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى. أظن أن ممكن جدا، ليس مستحيل، ولكن هي مبادرة طيبة، وهي مبادرة يعني في طبيعتها التاسعة. معناتها كل سنة كنا في كل مرة نريد رؤى أو توضيح الرؤى وتجميع أفكارنا كأفارقة لكي نذهب بالسوق الإفريقية ومن السوق المالي الإفريقي أنه يتوحد، ويجب أنه ينزع منه هذه المخاطرات الموجودة من الجانب المالي. فأظن بأن ممكن جدا أننا نتجه نحو أسواق موحدة. هذه الأسواق الموحدة ستنقل ما يسمى حجم التبادلات التجارية الذي هو ضعيف الآن وهش، وهي ربما فرصة للأفارقة أنهم ينتقلوا من هذا الضعف إلى تطوير هذه المبادلات. يجب فقط ربما أن تكون إفريقيا على قلب رجل واحد لتصل أو لتلحق بذلك الركبة الأوروبي كما ذكرت أيضا دكتور حميد. أشكرك جزيل الشكر دكتور حميد علوان، أستاذ الاقتصادي بجامعة الجزائر. شكرا جزيلا لك. انتهت حلقة اليوم من الحصة المغربية، نشكر لكم كرم المتابعة وإلى اللقاء.